شاومي قررت السنه دي انها مش بس هتنزل موبايل جديد، لا دي قررت تعمل لنا متاهه وتنزل 4 موبايلات دفعه واحده تحت مسمى النوت في الاخر. ودلوقتي معانا سلسله النوت 15 كامله. ليه الاربعه دول وايه الفروقات اللي بينهم؟ فالنهارده انا مش جاي اعمل مراجعه عاديه، انا جايب لك المواصفات الرسميه الدقيقه لكل حرفيا مسمار في الاربع موبايلات. هنشوف موبايل ونعرف ايه الفخ اللي شاومي نصبته لك فيه وايه الميزه اللي فعلا تستاهل فلوسك. فسريعا ما تنساش لايكك وسبسكرايبك وخلينا بينا نبدا على طول. قبل ما نبدا ونشوف الفرق بينهم خلينا نتفق ان شاومي حافظت على كام حاجه اساسيه في الاربع موبايلات علشان ما تقلقش من ناحيتها. اولا كلهم فيهم مستشعر الاي ار بلاستر اللي بيخليك تتحكم في الاجهزه الالكترونيه، وثانيا فيهم الان اف سي علشان الدفع اللاتلاموسي وشحن الكروت الخدمات، ودي حاجه بقت اساسيه يعني في 2026 اكيد انت بتستخدم. ثالثا كلهم فيهم مايك اضافي لعزل الدوشه علشان صوتك يطلع نقي في المكالمات حتى لو انت في الشارع. ورابعا واخيرا كلهم بيجوا باحدث سوفت وير الاندرويد 15 مع واجهه الهايبر او اس 2 مع وعد ب4 سنين تحت سات من شاومي. واصح النسخ كلها فيها البصمه مدمجه في الشاشه، وطبعا سريعه كعاده شاومي، وعندك كل المستشعرات اللي انت تحتاجها زي التسارع والقرب والبوصله والجيروسكوب. مفيش غير نسخه النوت 15 5 جي بس هي اللي ما فيهاش تسارع وقرب هاردوير، لكن طبعا مدعومه سوفت وير. تعالوا بقى للكلام المهم. نمسك الاول الموبايلين اللي في الفئه الاقتصاديه واللي هم الريدمي نوت 15 نسخه ال4 جي وكمان نسخه ال5 جي. فلما نشوف نسخه ال4 جي هتلاقي الشركه رميه لك طعم هنا مخليك انت عايز الموبايل ده بسببه. هو ايوه موبايل اقتصادي بس شاشته كيرف اموليد 120 هرتز، شكله في الايد افخم من موبايلات بضعف ثمنه. ومش بس كده، ده معاه بطاريه عملاقه 6000 ملي امبير اور، فانت اول ما تشوف دول هتقول بس هو ده الموبايل بتاعي. وكمان سابوا لك فيه كل المنافذ اللي انت بتحبها علشان من الاخر تقول ده الموبايل المتكامل، يعني مكان شريحتين وكارت ميموري وكمان منفذ سماعات 3.5 مللي واخيرا سماعات ستيريو. لحد هنا والدنيا تمام، كل حاجه كويسه. طب فين الخدعه؟ اقول لك الخدعه ان الموبايل ده من جوه حرفيا فاضي، وده راي شخصي يعني بس خليك مكمل معايا. اولا انت عندك من ناحيه الاداء، فالاداء مش مستلطفه ومش حاسه ان احسن اداء ممكن تاخده في الفئه السعريه بتاعته، وده بسبب ان عندك المعالج هنا جاي من الهيليو جي 100 الترا، وده معالج متواضع جدا في 2026. والشاشه اللي 120 هرتز اللي هتحس الوهله انك مبسوط بيها هتلاقيها بتلاقي معاك لو فتحت ابلكيشنز كتير مع بعض، وبسبب طبعا ضعف المعالج. فده من الاخر الموبايل مش للالعاب نهائي، او حتى لو هتلعب فهتلعب باعدادات وكواليتي قليله جدا علشان تقدر تاخد اداء مناسب. اما من ناحيه الكاميرات فهتشوف الكاميرا الاساسيه هتلاقيها 108 ميجا بكسل، هتفرح. بس فين باقي الكاميرات؟ اقول لك شاومي شالت كاميرا الالترا وايد وحطت لك مكانها عدسه 2 ميجا بكسل للبورتريه، يعني حرفيا ملهاش اي لازمه. يعني انت اصلا محبوس في زاويه انك تصور صوره واحده ومش بتقدم لك مثلا 2 اكس ولا 3 اكس، هي كده كده 2 ميجا بكسل فمش هتاخد منها تفاصيل، والعزل برضه مش احسن حاجه. الكاميرا السيلفي هنا عندك 20 ميجا بكسل. عموما من الكاميرات فانت تاخد تفاصيل فعلا من ال 108 ميجا بكسل، بس طبعا ما عندكش او اي اس لو انت بتصور فيديوهات ولا حاجه، فهتلاقي الموضوع رخم معاك حبتين. عموما يفضل لو هتصور تصور في الاضاءه القويه، بلاش الصور الليليه، اذا كان في الكاميرا الاماميه او حتى الكاميرا الخلفيه. وبطاريه 6000 ملي امبير، ودي حاجه كويسه مش بنشوفها في موبايلات كتير بالسعر ده. وسرعه الشحن هنا 33 واط، كنت هقول لك عمليه معاك شويه بس لو كانت 5000 ملي امبير اور، لكن هنا عندك 6000 فتحس ان ال 33 واط مش مأديه معاك الغرض. من ناحيه الحمايه هنا وانك خايف على الموبايل لحسن يوجع منك والكلام ده كله، فهقول لك هنا ان نسخه ال4 جي جاب معيار امان اي بي 64، ودي شهاده كويسه تقدر تعتمد عليها. بس ما تنساش طبعا ان الخامات جايه من البلاستيك، ودي يعتبر خلاصه النوت 15 نسخه ال4 جي. نعلى بقى شويه ونروح لنسخه ال5 جي. الموبايل جايب معيار امان الاي بي 66 ومقاوم للصدمات لحد متر ونص او مترين اللي حاجه كده، فما تقلقش على الموبايل لو وجع منك. هنا بقى شاومي بتقول لك انت لو عايز اداء ادفع. المعالج هنا سناب دراجون 6 جين 3 اقوى بكتير وهيديك تجربه استخدام محترمه، وفعليا تقدر تعتمد عليه شويه حلوين لو انت بتلعب، فما تقلقش منه زي نسخه ال4 جي. وهنا كمان صلحوا غلطه الكاميرا الاساسيه ال 108 ميجا بكسل وبقي فيها مثبت بصري او اي اس، ورجعوا لك كمان عدسه الالترا وايد ودي اللي 8 ميجا بكسل. والمميز اكتر برضه في الكاميرات ان الموبايل هنا بيدعم لك تصوير فيديوهات لحد 4K بعكس نسخه ال4 جي اللي اخرها فول اتش دي بس. وعلشان تاخد الاداء ده فشاومي خدت منك كتير. ركز كده معايا وشوف ايه اللي شاومي ضحت لك بيه علشان تديك الاداء اللي انت شفته في المعالج وكمان في الكاميرات. منفذ السماعات ال 3.5 مللي ده خلاص طار، ومكان الكارت ميموري بيجي بيستحمل شريحتين بس او شريحه وكارت ميموري، بعكس نسخه ال4 جي اللي كانت بتقبل لك شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت. والبطاريه نزلت تعتبر 500 ملي امبير لان هنا 5520 ملي امبير اور، فهي فعليا لسه كبيره بس كده كده هي خلاص نقصت. وسرعه الشحن هنا اللي ميزه واللي وصلت معانا ل 45 واط. العيب اللي مستفز بجد واللي انا مستغربه هو ان مستشعر التقارب هنا جاي سوفت وير. ده انا ما اعرفش ازاي يعني على موبايل بسعر زي ده ويجي لك مستشعر التقارب فيه سوفت وير، بس يعني تمام ماشيها منهم، اكيد مش هتقابل معاه مشاكل بس انا بقول لك علشان تكون عارف. وده يعتبر كان كل حاجه عن النسختين، نسخه ال4 جي ونسخه ال5 جي. وما تنساش طبعا ان العلب بتاعتهم متكامله فيها كل حاجه انت عايزها، لما تشتري الموبايل مش هتدفع عليه جنيه زياده. ودلوقتي خلينا نبحبحها شويه ونروح للنسختين التانيين اللي معانا وهم الريدمي نوت 15 برو والريدمي نوت 15 برو بلس. وهنا انت بتدفع فعلا مبلغ وقدره، فتعال نشوف هتاخد ايه وهتضحي بايه. اولا ومبدئيا انت هتبدا بميزه محترمه وهي الاي سيم، وده طبعا بجانب الشرايح الفيزيكال العاديه، فدي ميزه مهمه جدا هتساعدك لو انت بتسافر او حتى لو انت هنا في مصر وبتحب تستخدم الاي سيم. عندك هنا الاثنين
الاثنين مقاومين للماء والغبار بمقاومه كامله اي بي 68 واي بي 69K، يعني اي موبايل منهم لو وجع منك في حمام سباحه هتطلعه وتكمل بيه عادي جدا، يعني انت دافع فلوس فاكيد هتاخد قصادها قيمه. ومن ناحيه الشاشات فالكواليتي هنا وصلت ل 1.5K وطبعا جايه اموليد، فتاخد وضوح وتفاصيل اعلى بكتير من الفول اتش دي بلس، وعليهم طبقه حمايه من كورنينج جوريلا جلاس فيكتاس 2، والريفرش ريت هنا بيوصل لل 120 هرتز. ومن ناحيه السطوع بتاعت شاشه الشمس فانت هتشوف الموبايل كويس جدا، ده غير انهم داعمين للاتش دي ار 10 بلس والدولبي فيجن. ولما نروح للكاميرات فانت عندك الكاميرا الاساسيه هنا بتوصل لل 200 ميجا بكسل بمستشعر من سامسونج محترم ومثبت بصري او اي اس، ومعها نفس الكاميرا الالترا وايد اللي شفناها في الاصدارين اللي فاتوا ال 8 ميجا بكسل، لكن الكاميرا السيلفي في نسخه البرو بتوصل لل 20 ميجا بكسل وفي نسخه البرو بلس 32 ميجا بكسل، فاكيد هنا هتاخد تفاصيل اكتر. بس هنا في تضحيه كبيره مشتركه بينهم. شاومي فعلا قررت تعاملهم معامله الفلاج شيب في العيوب برضه، فالموبايلين دول البرو والبرو بلس ما فيهمش مكان للكارت الميموري نهائيا، فانت محبوس في المساحه الداخليه اللي انت تشتريها طبعا. فكل اللي فات ده يعتبر مواصفات مشتركه ما بينهم من ناحيه الشاشه او من ناحيه المقاومه والحمايه، وحتى اذا كان من ناحيه الكاميرات وكمان العيوب. فخلينا دلوقتي نشوف ايه الفرق ما بينهم. اولا نسخه البرو 5G مش البلس، هتلاقي اول حاجه هنا فيها شاشه فلات تماما، ودي ميزه عظيمه طبعا للناس العمليه اللي بتحب تركب سكرينات جزاز بسهوله وما بتحبش جلق الشاشات الكيرف ده. اما من ناحيه البطاريه فانت عندك هنا البطاريه رقمها خزعبله حرفيا بسعه 6580 ملي امبير مع معالج قوي موفر في الطاقه دايمنسيتي 7400 الترا، فالموبايل ده هينسيك الشحن حرفيا حتى مع الاستخدام الثقيل. ولو احتجت انك تشحن الموبايل فانت عندك هنا سرعه شحن 45 واط، هي مش الاسرع بس مقبوله شويه، وانا بقول ان السرعه مش سريعه هنا، وده مقارنه مع سعه البطاريه ل 6580 ملي امبير. المفاجاه اللي ممكن تتبسط منها في الموبايل ده وهي ان شاومي ثابت لك منفذ السماعات ال 3.5 مللي، ودي حركه نادره جدا اصلا في موبايل فئه عليا في 2026. والاختلاف الاخير زي ما قلت لك في الكاميرات انك عندك كاميرا اماميه 20 ميجا بكسل، فزي الفئات اللي فاتت او الاجل هتاخد منها كواليتي كويسه طول ما انت في مصدر اضاءه قوي. خلينا دلوقتي نروح على الريدمي نوت 15 برو بلس، واللي تحس انه اصلا ده موبايل روشانه ومنظره والكلام ده كله، لانك من ناحيه الفخامه هنا فانت عندك الشاشه رجعت كيرف مره تاني، فتديك احساس الفخامه الاعلى. ممكن طبعا على حسب النسخ اللي انت تشتريها فهتلاقي النسخ بظهر جلد، ودي طبعا هتختلف في السعر. وعندك المعالج الاقوى على الاطلاق في السلسله دي عموما وهو السناب دراجون 7 اس جين 4، وده من الاخر بتاع الجيمرز اللي عايزين اعلى فريمات وعايزين اعلى كواليتي من غير ما يحس انهم عايزين يدفعوا اكتر علشان يجيبوا موبايلات فلاج شيب ويلعبوا بيها. وسعه البطاريه اللي هنا نقصت شويه عن نسخه البرو، فهل دي حاجه تزعل؟ اكيد لا، لان اللي نقص هنا كان 8 ملي امبير بس، لان ما زالت البطاريه معانا هنا 6500 ملي امبير اور، بس هنا طلعنا شويه بسرعه الشحن وصلنا ل 100 واط، وطبعا الشحن موجود في العلبه، فدي حاجه تعتبر هتغير مسارك مع استخدامك للموبايل، لان انت اصلا تعتبر عقبال ما تاكل ولا عقبال ما تشرب اي حاجه تلاقي ان الموبايل اتشحن. والكاميرا السيلفي هنا زي ما قلت لك 32 ميجا بكسل، هتاخد سيلفي في تفاصيل ادق. وعلشان من الاخر كل الدلع اللي انت شفته ده فشاومي للاسف شايت لك من هنا منفذ السماعات 3.5 مللي، وده طبيعي بعد ما شفنا شاشه كيرف، واحنا كده كده مش بنشوف منفذ 3.5 مللي في الفئه السعريه دي عموما. كل اللي انت سمعته ده يعتبر كان كل حاجه عن سلسله النوت الجديده واللي هي النوت 15، فما فيش موبايل في الاربع موبايلات دول كان كامل، كل موبايل وكان فيه يعني عيوب وكان فيه مميزات. فالخلاصه علشان ما تتوهش مني انت تشتري ايه في دول، فاقول لك لو انت استخدامك خفيف جدا وعايز موبايل شكله غالي بطاريه ما تخلصش وضروري عندك كارت الميموري ومنفذ السماعات ومش فارق معاك الالعاب ولا التصوير الواسع، فلا روح هنا للريدمي نوت 14 نسخه ال 4G، بس خليك عارف انك هنا بتضحي في حاجه زي الاداء، لكن بصراحه من ناحيه الشاشه فانت متراجع عليه. اما لو يهمك اداء اعلى شويه في الفئه الاقتصاديه وعايز كاميرا فيها مثبت بصري وعدسه واسعه ومستعد تتعايش مع رخامه مستشعر المكالمات اللي جايه سوفت وير اصلا وتضحي بمنفذ السماعات، فخلاص هنا نروح لنسخه النوت 15 5G، وده هيكون اكتر موبايل مناسبك. اما لو عايز موبايل بجد فيه بطاريه عملاقه ومقاومه ميه كامله اي بي 68 و69K ودعم للاي سيم، والشاشه بتاعته فلات عمليه جدا ولسه متمسك بمنفذ السماعات ال 3.5 مللي، فانا هوجهك على طول للنوت 15 برو 5G، لانه هيكون الاختيار العملي المتكامل اللي ملوش منافس في نقطه البطاريه والمنافذ. اما لو مش فارقه معاك الميزانيه اصلا فهنا هتروح لاعلى اداء وافخم شكل بشاشه كيرف واسرع سرعه شحن ممكن تشوفها في السلسله كلها، واللي بتوصل طبعا ل 100 واط، واحسن سيلفي ممكن تاخده برضه في الفئه السعريه دي، ومش فارق معاك بقى حته الكارت الميموري ولا منفذ السماعات، فلا خلاص يبقى دلع نفسك وهات نسخه البرو بلس 5G. طبعا كل الكلام ده وكل المميزات والعيوب دي واقفه على كلمه واحده واللي هي الاسعار، ولان الاسعار لسه ما اتاكدتش رسميا في وقت نزول الفيديو ده فتلاقيني سايبها لك تحت في اول كومنت مثبت لكل نسخه، وده عشان لحد دلوقتي لسه الموبايلات ما اتسعرتش بشكل رسمي في مصر، فخليك متابع الفتره الجايه او انزل دلوقتي شوف الكومنتات ممكن تلاقيني سايب لك الاسعار. وبرده بعد ما تشوف الاسعار فشوف فرق الامكانيات ده يستاهل فرق السعر اللي نزل ولا لا. اتمنى اكون فككت لك لغز شاومي الجديد يعني بكل تفاصيله، ولو المجهود ده والتحليل العميق ده عجبك ووفر عليك حيره فما تنساش تدعمني بلايكك المتين، وانك تشترك في القناه وتفعل الجرس وتضغط لايك والكلام الحلو ده كله علشان تدعمني، وفي نفس الوقت علشان الفيديو ينتشر اكتر. واعرف من تحت في الكومنتات دلوقتي ايه الموبايل اللي انت شايفه الصفقه فيهم ومين فيهم اللي حاسه انه لا ما كانش لازم ينزل في السلسله، وبرضه ما تنساش تقول لي انت ميزانيتك كام وايه استخداماتك علشان هرشح لك افضل موبايل مناسب ليك. وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده فاشوفك الترشيح الجاي.
سلام.